داخل مستطيل العمليات، محاولة خطيرة والهدف الأول، هدف أول لفائدة فريق أولمبيك تشيرا. مرتد هجومي سريع كيتمكن فريق أولمبيك تشيرا أعتقد بواسطة هشام أيت إبراهيم من تسجيل الهدف الأول اللي كيجي في حدود الدقيقة الرابعة. هدف مبكر لفائدة مستطيل العمليات. تمريرة، كرة مشات مباشرة للمرمى. هشام أيت إبراهيم في مساندة لهجوم فريق أولمبيك تشيرا. تابعوا من جديد هذه المحاولة. لاحظوا تواجد اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي داخل مستطيل العمليات. تحضر فرصة، يوسف الفحلي عود في نتيجة هذا. إذا هدف لمثل من الفار من الخلف، يضع الكرة في الشباك. تابع من جديد تحرك ديال يوسف الفحلي، تعود للشيخ كيتا المالي في الوسط. من جديد منير الكوج كيلعب كره طويله، دي محاوله من الفريق اولمبيك تشيرا. رفعات الكره وهدف ثاني لفائدة فريق اولمبيك تشيرا من طرف منير الكوج. هبالي طريقه باش رفع الكره، طريقه ممتازه. نتابع من جديد تمريره وانطلاقه ديال اللاعب محمد هبالي. رفع الكره بشكل ذكي، كيلعب كره دائريه راسيه العميد محمد ربيع حريمات يجد الحل ديال المدرب البرتغالي الكسندر ميغيل دوس. لجماهير فريق الجيش الملكي تابعوا من جديد الراسيه ديال ربيع حريمات، يضع الكره في الشباك بطريقه انس باش. انطلاقه في الجهه اليمنى، افتح درف، تمريره، هذه محاوله عند رضا سليم. شنو يعمل رضا سليم داخل مستطيل العمليات؟ رضا سليم مرارو هو العميد في يضع الكره في الشباك بطريقه